السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم لنا الشرف نكون مع معالي وزير الداخلية الأستاذ قاسم العرجي، راح يتكلم لنا عن الوضع الأمني في بغداد. معالي الوزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على كل أبناء الشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم إن شاء الله. إن شاء الله نجعل هذا الشهر شهر الحب والمودة والسلام على جميع الخلق بإذن الله تعالى. طبعا تعاون المواطنين وعمل الأجهزة الأمنية وفي كل فئات الشعب العراقي التعاون هذا واضح. معلومات سيل من المعلومات تأتي من المواطنين العراقيين الأجهزة الأمنية، تعاون منظمات المجتمع المدني، شيوخ العشائر، الشخصيات الوطنية. حقيقة نجد هنالك نوع من الحرص والحس الوطني العالي، وبالتأكيد عندما الإرهاب يرى هذا التلاحم الشعبي ينحسر، وبالتالي يعمد إلى القيام بعمليات دنيئة خسيسة يستهدف فيها المواطنين وهم يقضون أيام رمضان، هذه الأيام المباركة، في تجمعات عوائل وأطفال ونساء، دليل على خسة هذا العدو الجبان. وبطولات قواتنا الأمنية في الموصل وما تبقى، نعتبرها الساعات الأخيرة من الساحل الأيمن، أدى إلى ردود فعل خسيسة دنيئة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والشعب شعب التضحيات، وتجاوز كثير من المشكلات التي حصلت على مر الزمان. ونعتقد نحن منتصرون بإذن الله تعالى، والشعب سوف يبقى وسيذهب الفاسدون. معالي الوزير، زيارتك للشيخ عبد القادر الجيلاني، انطباعك لهذه الزيارة؟ أنا كتبت في سجل الزيارة أنني أتأسف لأنني لم أزور هذا المكان من قبل، وبالتأكيد وجدت من المعالم الأثرية والفيوضات الربانية والترحيب الكامل، ووجدت هنالك يعني من المخطوطات النفيسة والغالية والكريمة ومن سنوات قديمة، وهو مكان العبادة. رأيت الأطفال كيف يلعبون، النساء والرجال. شعرت بأن هذا المكان الآمن الذي يلجأ إليه البغداديون، خصوصا المناطق القريبة. لم أرى فيه أو لم أسمع ولم أشاهد ولم ألاحظ أي شيء منفر لشعبنا. الوحدة، الكلمة الطيبة، الألفة. وجدت الحديث العراقي الوطني، الحديث الديني اللي يجمع الجميع، بعيدا عن المذهبية، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن القومية، فإن الدين هو الذي يجمع. وحد ما بين كلكم لآدم وآدم من تراب. جمع الهندي والباكستاني والأصفر والأحمر والأسود والأبيض، وبالتالي الكل تتخذ سبل متعددة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نحترم الجميع، يجب أن نكون من أجل الجميع، لأننا بالنتيجة كلنا ذاهبون إلى الله. وهنيئا لمن يفوز. شكرا معالي وزير الداخلية الأستاذ قاسم العرجي، حياك الله. إن شاء الله مستمرين بالتغطيات الإعلامية لوكالة الأنباء العراقية وجريدة العراقية أبو وسيم المعلم.